السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض سمك بلطي وسمك مكرونة، المكرونة اللي هو الصغير، وجنبهم شوية رز وسلطة، بس حاجة بصراحة في منتهى الجمال، والطريقة سهلة وبسيطة ومش محتاجة غلبة، وهيطلع معاكي الطعم ممتاز ورائع جدا. والمقادير سهلة وكلها يعني موجودة على ما اعتقد في البيت، مش هنخترع بقى مكونات والحاجات الغريبة دي. ان شاء الله كل حاجة تكون موجودة ودي طريقتي من بدري، ما غيرتهاش لان انا بفضل السمك بالطريقة ديت وجربتها. على جنب شوية. هنا كده برضو كنت بوريها لكم، كان نص تحمير كده، يعني مثلا كنت هسيبهم شوية تاني، برضو مش هزودهم دلوقتي. كده بقى هنا خلاص كانوا اتحمروا، يعني ما سبتهمش برضو لحد ما يتحرقوا خالص، ونزلت عليهم بطماطمية كده كبيرة شوية او طماطميتين وسط. انا بعمل رز السمك اللي هو بالطماطم. سمعت ان هو المفروض رز اسكندراني. آه يعني مش بعمله بالكركم بصراحة، بحب الطريقة دي. عملت بقى، حطيت شوحت البصلة كويس جدا لحد ما احمرت، وحطيت الطماطم، وهحط الملح والكمون، ملح وشوية كمون صغننين خالص وشوية فلفل اسمر، وهشوحهم برضو كويس تاني شوية. وبعد كده هضيف بقى كمية الرز، اللي هتضيفي كمية الرز اللي انت عايزاها، عايزة نص، عايزة كيلو، على حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا هنا بقى سبتهم هنا بقى كده. حطي على معايا، يعني مش هسيبها ما تتسبك خالص، لا انا عايزه الطماطم بس تتهري معايا شويه. سبتها حوالي يمكن 5 دقايق كده على نار هاديه خالص، نار هاديه جدا، وحطيت كميه الرز وشوحتها بقى كويس. يعني انا هنا كنت حطيت كميه الرز اللي انا عايزاها، دول كانوا كوبايتين رز في مقام نص كيلو مثلا رز، وهشوحهم كويس. هجهز بقى التتبيله اللي انا بحطها عليه. معايا هنا حوالي 4 فصوص توم او 5 فصوص توم مفرومين. معايا هنا 5 قرون فلفل او 6 قرون فلفل على حسب الرغبة، وتكوني حاطة لو انت بتحبيه حراق شوية حطي معاهم قرن فلفل حامي. وحطيتي التوم وحطيتي الكمون وحطيتي الملح والفلفل وشوية فلفل اسمر صغيرين وليمون. الليمون دول بقى كانوا حوالي 5 ليمونات، بس هنا عشان معصورين طبعا انا عصراهم ومجهزاهم. كانوا حوالي هنا 5 ليمونات، وطبعا السمك بيحب الليمون كتير، بيديله طعم بصراحة. هنا بقى قلبتهم كويس وهتبلهم وهسيبهم بقى من متبلين كده لحد ما يجي الوقت اللي انا عايزة احمر فيه بقى. هنا السمك ما شاء الله نظيف جدا، يعني منضفاه كويس جدا طبعا من جوه، ده لازم يكون متنضف كويس 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 ومنقوع كويس.
هنا بقى انا تبلت البولتي والمكرونه بقى هنزل عليهم بالشويه الباقيين دول، وهسيب بقى البولتي والمكرونه. انا طبعا مرضيتش احط الاتنين مع بعض عشان المكرونه صغير خالص، فما اقعدش كده اقلب وادور عليه، بخلي ده لوحده وده لوحده. هسيبهم بقى هنا لحد اركنهم على جنب، كل ما يقعدوا في التتبيله كل ما يكون طعمهم احلى. كده خلاص بقى كان جه الوقت اللي انا يعني هبدأ بقى اجهز فيه الرز والحاجات دي. هزود الرز وهرجع لكم تاني. انا هنا زودت بقى مقدار الميه اللي انا عايزاه، زي ما انتم شايفين كده، مش بزوده قوي لان انا حاطه برضو طماطم فبتساعد مع الميه شويه، فمش هزود الميه اكتر من كده علشان الرز ما يطلعش معجن. انا هنا بقى ولعت عليه النار، هنا كده كان اتشرب، وطيت عليه شويه، وطيت عليه يعني حاجه بسيط، يعني وطيت خليت النار حاجه بسيطه شغاله. وهنا حطيت الدقيق ومعلقه نشا، النشا بس عشان تخلي السمكية مقرمشة كده من بره، انما من جوه بتكون طرية جدا. وهعمل البولتي برضو على قد الكمية اللي انا عايزاها. كده انا هنا طبعا عملت السمكة بالدقيق كويس جدا والنشا، وحطيتهم بقى على جنب. كانوا 3 سمكات او 4 اللي انا ركنتهم دول، هم دول بس اللي انا كنت محتاجاهم. والمكرونه بقى، بص انا بعمل المكرونه بالطريقه دي، بعمله رول كده كاني بلفه، بطوي حاجه، بعمل رول حاجه عشان لما تمسكي السمكيه تكون مستقيمه معاكي، ما تكونش مفروته او حاجه غريبه. بتطلع السمكيه كانك يعني عامله زي الجمبريه كده مثلا، بيطلع بقى بالشكل ده كده. هعمل بقى الكميه دي كده. انا هنا جهزت السمك ده، والسمك برضو الكميه ما عملتش الكميه كلها، وكنت شايله شويه كده، يعني ما بحملهمش في الدقيق كلهم، بعمل الكميه اللي انا عايزاها والكميه التانية بسيبها. كده كان الرز خلاص يعتبر استوى. كان الرز استوى بقى، انا طفيت عليه، انا لسه طافي عليه اهو دلوقتي. وهحط السمك على النار، احط الزيت على النار. هنا الزيت بقى كان سخن معايا كويس. حطيت السمك ولما ياخد بس لون من تحت هوطي عليه النار واخلي، عشان لما اوطي النار يستوي اللحمه من جوه، تتاكدي ان اللحمه بتاعت السمكه من جوه مستويه كويس. هقلبهم بقى على الوش التاني، بس انا كده برضو لسه ما طفيتش عليهم. هنا كده بقى كنت انا خلاص خلصت الاكل. انا طبعا سبتهم على نار هاديه كده لحد ما استووا براحتهم، وبعديهم قليت المكرونه بنفس الطريقه. طبعا قليت المكرونه بعد السمك البلطي على طول. وده كان شكل الاكل بتاعي النهائي. قولوا لي ايه رايكم في الفيديو، يا رب يكون عجبكم. والتاني مره بشكر الناس الجميله على تعليقات العسل اللي هم علقوها دي، يا رب ربنا يخليكم ليا. قولوا له بقى ايه رايكم في السمك كده. ده السمك البلطي وده سمك المكرونه، وعملت طبعا جنبيهم شويه سلطه، وانا حاطه السمك كده بيتقلي، قلت عملت شويه سلطه كده بسرعه جنبيهم. وبقيه الاكل عملته معاكم في نفس الفيديو. الرز كان طالع مفلفل وجميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. وسمك المكرونه برضو الواحده طالعه كده عامله زي الجمبريه. اشوفكم على خير، مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.